سيداتي سادتي، مرحبا والف مرحبا بكم من جديد مع طريق في العروض العقاريه المختلفه وفي الفيديوهات اللي كنوصف فيهم الشقق اللي كيكونوا شقق مختلفين. بعض النوبات كيكونوا شقق اللي هما عصريه، شقق اللي كيكونوا كبار، شقق صغار. كنتمنى تكون كتعم الفائده عبر المشاهده ديال قناتكم افان وعبر المتابعه ديال طريق. اليوم جايب لكم شقه اللي كتباع نصف جاهزه. شنو هي هاد نصف جاهزه؟ هي انها كتباع ببعض الاشياء من الاثاث كما هو الشأن. كما كتشوفوا معايا بالنسبه للصالون اللي كتشاهدوا دابا حاليا في الصوره، هذا غادي يبقى مع هذا العقار هذا ما عدا بعض الديكورات. هذا صالون اللي هو كبير كما كتشوفوا معايا الصالون، وغادي معاه حتى السيجور ديالو. وإلا شاهدتوا واحد الملاحظه هي ان ما كاينش داك الفاصل، داك الميربال اللي كنسميو داك الحائط القصير، ما كاينش. صالون اللي جا مفتوح جا مبهج. والحاجه اللي ضافت جمال وروعه لهاد الشقه هذه هي فاش كتحل النوافذ ولا الستائر ديال هاد العقار، كتكون عندك واحد الاطلاله اللي بواحد الواجهه اللي ما كاينش قدامك حاجب ولا ما كان كما كنقولوا ما كاينش الفيزافي. اذا سيداتي سادتي، مرحبا والف مرحبا بكم بمدينه مكناس، مدينه العروض العقاريه الرائعه، مدينه العروض العقاريه اللي كتشهد ولا كنعرفوا عليها واحد المنافسه اللي هي ايجابيه، اللي كتصب في صالح الناس اللي كيبغيو يشريو عقارات مقارنه مع بلايص اخرين. الشقه ديال اليوم فيها مساحه اجماليه ديال 130 متر مربع. 130 متر مربع، 130 متر مربع. فين كتجلى عندي في هذا الصالون هذا اللي شو كيداير واسع، صالون اللي ما شاء الله كبير. حاجه اخرى هي ان العقار ديال اليوم كيتواجد في عماره اللي هي صغيره، ما عندكش عدد ديال السكان اللي هو كثير. مثلا جار واحد في كل طابق بوحديتك، ساكن في الطابق ديالك، كتحل الباب ما كتلقاش ابواب اخرى اللي ممكن. وحتى الملك المشترك هنا في هذه الحاله هذه، التسيير ديال الملك المشترك كيكون سلس وكيكون سهل. هذا هو الحاجه اللي هي زوينه. نعاودها، الشقه ديال اليوم فيها مساحه ديال 130 متر مربع، كتواجد بالطابق الثالث، وبالضبط واحد من الوجهات ولا من الاحياء اللي اصبحت مفضله لدى الجميع على حسب التجربه ديالنا. الناس اللي تيسولونا ديما على الحي ديال رياض الزيتون. كنقول لكم انا جبت لكم عقار في رياض الزيتون وفي موقع اللي هو جد رائع واللي ما بقاش بحاله. قليلا ما كنلقاو شي حاجه، لان رياض الزيتون حي اللي وجد، حي اللي فيه المرافق كاملين اللي كيقلب عليهم الانسان. مثلا هضرتي على السوق كتلقاه على بعد هاد الشقه هذه تقريبا اكثر مسافه عندي تقريبا ولا بالدقائق، عندي واحد 3 ديال الدقائق. هضرنا مثلا على الحمام ولا هضرنا على الطاكسيات ولا هضرنا على بزاف ديال الامور، كلشي قريب لهذا العقار اللي جايب لكم اليوم. عندنا شفنا الصالون والسيجور، دابا دزت بكم باش غادي تشوفوا معايا الغرفه ديال النوم. والميزات ديال هذه الغرفه هذه هي كذلك كتشوف على واجهه ولا اطلاله اللي ما عندهاش الحاجب كما قلت، ما كاينش قدامك واحد الحاجز ديال الرؤيه. اللي زوين هو كاين عندنا بلاكار، فيها بالكون بلاكار راس الناموسيه اللي هو كبير ولا تيت دو لي كما كنقولوا اللي هو كبير. ونزيدو هي ان عندي الحمام ديالي في القلب ديال الغرفه. هي هذه الغرفه اللي هي متكامله. ندوزو نهضروا على شيء اللي بزاف الناس راهم كينتظروه، الا وهو الثمن ديال هذا العقار. هذا العقار كما قلت راه تيتباع غير نصف جاهز، بما معناه انه فقط كيمشي مع الصالون ديالو. اما بالنسبه للغرف فالغرف غادي يديو هما اللي هم مثلا الاساس ديال هاد الغرف هادو راه غادي يمشيو مع الناس اللي غادي يديو مثلا اللي غادي يبيعوا العقار، غادي ياخذوا الاثاث ديالهم. عندي الغرفه رقم 2 هي هذه. وكما قلت دابا عاد وصلنا باش غادي نهضروا على الثمن. الثمن ديالنا هو 690 ألف درهم، هو الثمن ديال هذا العقار اللي معروض اليوم للبيع. ولا ربما كنقولها لربما ومن بين قوسين يكون هناك شيئا ما من النقاش ومن التفاوض مع اصحاب هذا العقار. غادي نستمروا في الجوله ديالنا اعزائي المشاهدين، نستمروا ونشوفوا شنو باقي. باش نعرفوا الفصاله بالضبط كي جات، راه عندي المدخل هو هذا ديال العقار، عندي الباب هو هذا. فاش كندخلوا تندخلوا على الصالون ديالنا كبير، قدامه سيجور. وعندي بالنسبه للغرفتين بقاو من الناحيه الاخرى. اما بالنسبه للمطبخ فهو امام الباب. مثلا كنت جايب تقضيه صخره ولا شي حاجه ما غاديش تضطر دوز قدام الغرف كاملين، فهو بالقرب من الباب، بجانب الباب، بجانب المدخل الرئيسي.
نعاود من الاشياء كما قلت بالنسبه لهذا العقار هذا كيتواجد عندي بالطابق الثالث بعماره اللي فيها فقط 3 ديال الطوابق بحي رياض الزيتون بمساحه ديال 130 متر مربع وبثمن ديال 690 الف درهم. كنهضروا على 69 مليون. هذا هو المطبخ ديال اليوم. فيه فيترينا هي هذه، بلون دو طرافاي ولا البوطاجي فين كنخدموا ولا كاين البوطاجي ديالنا عندنا هو هذا. ودابا بقات لنا اخر شيء غادي نشوفوه الا وهي الغرفه الثالثه وكذلك الحمام ديالنا. اذا الغرفه الثالثه هي هذه اللي غادي نشوفوا دابا، وغرف من حجم لحجم اللي هو كبير، ماشي غرف اللي هي صغيره، حاجه اللي ما كتفسر الى المساحه اللي قلت ديال 130 متر مربع. كما كتشاهدوا معايا غرفه اللي هازه عندنا سرير كما كنقولوا كبير من الحجم الكبير، وعندي سرير من الحجم الصغير، هما هادو زائد هازه مكتب، ونزيدوا عليها ان فيها بلاكارات ديالها. هادو هما الميزات ديال هاد العقار. نعاودها بثمن ديال 690 الف درهم. كنهضروا على 69 مليون. لربما يكون هناك شيئا ما من النقاش ومن التفاوض. بقات دابا اخر شيء غادي نشوفو الا وهو عندي الحمام ولي طواليت ديال هذا العقار. بالبينوار ديالو بالبانيو بالمبل ديالو كبير. وعندي هنايا كاين عندي طواليت اللي على شكل ديبابا اللي نديرو فيها آلة ديال التصبين. اذا اعزائي المشاهدين كان معكم طارق من قناتكم AVL. كنتمنى يعجبكم العقار اللي قدمت لكم اليوم. اللي بغى يشوفو فما عليه الا الاتصال والتواصل معي، وانا رهن الخدمه ورهن الاشاره من اجل زياره ميدانيه لهذا العقار.